سنة 1988 اتنشرت قصة في سترينج ماجازين كان عنوانها تايم ترافلر. خلينا كده نحط اسامي الابطال القصة من عندنا، هنسميه واحد متولي وواحد تاني صلاح. صلاح ومتولي كانوا راكبين العربية بتاعتهم وطالعين على الطريق. كانت الساعة حوالي 1:30 الظهر. السما كانت زرقاء والجو كان فيه نسمة هوا كده جميلة، وهم ماشيين على الطريق لقوا عربية صغيرة كده سحلفة انتيك ماشيه بالراحه قوي. العربيه دي كانت مميزه جدا ونادره جدا، وصعب ان هي تكون على الطريق الا لو رايحه احتفاليه، يعني مكانها غريب. فحاولوا ان هم يقربوا شويه من العربيه لان جالهم فضول يشوفوا ايه ده. لما قربوا من العربيه كان في شابه كده لابسه فستان عتيق من الاربعينات وطاقيه وبلطو فرو، وجنبها طفل صغير لابس بلطو تقيل قوي وطاقيه. فلما متولي وصلاح بعربيتهم قربوا من العربيه بتاعتها لقوها انها خايفه جدا ووشها اصفر ومتوتره كانها تقريبا تاهت. فسالوها هل انت محتاجه مساعده؟ فهزت دماغها بالاجابه. فقالوا لها خلاص وقفي، وراحوا طالعين قدامها بالعربيه ووقفوا عشان ينزلوا يشوفوها. مجرد ما وقفت العربيه بتاعتهم ونزلوا من العربيات بيبصوا وراهم ما لقوش العربيه. ابتدوا ان هم يبصوا لبعض باستغراب، اللي هو انت شفت اللي انا شفته؟ اللي حصل ده بجد؟ احنا مش مجانين؟ طب خلاص احنا هنكمل طريقنا عشان كده من الواضح ان في حاجه مش متظبطه. وركبوا العربية وفضلوا سايقين وهم ساكتين حتى مش قادرين يتكلموا. خد اللي جاية دي. وهم ماشيين بالعربية بتاعتهم على الطريق ظهرت تاني قدامهم العربية الصغيرة، بس المرة دي كان في عربية تانية حديثة هي اللي قربت من العربية القديمة، وجت برضو وقفت قدامها، وعلى ما الراجل نزل العربية اختفت. متولي وصلاح كانوا شايفين المشهد بالظبط اللي حصل معاهم حصل مع الراجل ده. الراجل اتوتر جدا واتصدم وقال ان هو لازم يبلغ البوليس، بس متولي وصلاح اقنعوه انه هيقولوا له ايه؟ هيقولوا عليهم مجانين وهتبقى فيها مشاكل كتير. المهم ان الراجل ده اقتنع انه مش هيبلغ البوليس، وخد ارقام تليفونات متولي وصلاح وكمان عنوان بيوتهم، وكل فتره كانوا بيتجمعوا يتكلموا عن الموضوع ده عشان ما يحسوش ان هم اتجننوا. ممكن تكون العربيه دي سافرت عبر الزمن، يعني جايه من الماضي للمستقبل. هل ممكن يكون حد جه من الماضي ومحشور معانا هنا في المستقبل مش عارف يرجع لزمنه؟